الملك محمد السادس يعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مدفوعة الأجر. إليكم التفاصيل. أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أقر رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وفي هذا السياق يضيف البلاغ: أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ووفق المصدر ذاته، يأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة التي ما مفاتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسية للهوية المغربية الأصيلة، حيث يحتفل الأمازيغ في يوم 12 من يناير برأس السنة الأمازيغية لعام 1972، ويطلق عليه تسمية الناير، ويسبق التقويم الأمازيغي التقويم الغريغوري الميلادي ب950 عاما.